بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بما أن السنة سنة سلام والسلام طاير من أغلب الناس، أكمل شوية في حاجات عملية إزاي نقتني السلام. لقيت مرة كده لوحة جميلة مكتوب عليها شعار زي اللي بيلخص حاجات كتيرة في الإنجيل، بس هي لوحة أجنبية بتقول إيه؟ pray more worry less. يعني إيه؟ بالبلدي كده صلي كتير فكر قليل. فأنا عاوز أكلمكم في شعار فكر قليل صلي كتير، لأنه زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت دماغنا دي هي مصنع القلق، وهي المشكلة الأساسية في موضوع السلام. الروح القدس سكن فينا، طب ده ملك السلام، واللي عايز بروح الله اللي جواه يعني ما عندوش مجال يقلق ولا يخاف ولا يشك ولا يضطرب ولا ينزعج ولا أي حاجة. طب ازاي الروح القدس ساكن فينا واحنا دماغنا دي عمالة توش طول الوقت؟ هي المشكلة ان احنا سايبينها تشتغل زي المكنة مش راضية تسكت. انما لو احنا صلينا احبائي اكتر هنلاقي الدنيا جميلة قوي، وهنلاقي ان الحكاية سهلة قوي، انه احنا نقدر نرمي على ربنا. تعالوا نعيش مع المبدأ ده، وصدقوني على بساطة التعبير ده لو ركزنا فيه مستوى السلام هيختلف تماما السنة دي. فكر قليل صلي كتير. المسيح له المجد في أحد المواقف قال لتلاميذه إيه؟ قال لهم لماذا تفكرون؟ وكأنه في مواضيع مش مفروض نفكر فيها. إمتى حصلت دي؟ في مرقس 8 كان بعد معجزة ال7 خبزات لو تفتكروا اللي فرحت ال4000 عيلة، وقبلها بشوية كانت ال5 خبزات، فكان في معجزتين يعني حاجة كبيرة قوي، انه آلاف كلت من كم رغيف. وبعدين ركبوا المركب. لما ركبوا المركب المسيح قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. طبعا هو المسيح معروف بكلامه اللي مليان أمثال، فالخمير يقصد التعليم. التلاميذ مخهم راح في ايه؟ خمير. طب ما احنا بنخبز، طب ما افرض ما لقيناش هنضطر نشتري، طب ما فيش عيش، ما كانش في غير رغيف واحد في المركب. ابتدى مخهم يروح على طول في القلق بتاع ايه؟ طيب لو ما لقيناش دلوقتي هنعمل ايه؟ فربنا يسوع بص لهم كده وقال لهم فكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز؟ يعني أساسا الفكرة دي ازاي تيجي في بالكم؟ طبعا دي رسالة لينا. ليه؟ كتير مننا مهموم هنلاقي ناكل. ما هو بقى القلق نمرة 1 بيبقى على الأكل والشرب. فأنت من إمتى جعت عشان تفكر كده؟ ادينا يوم في عمرك كده لقيت قضيته طول اليوم مش لاقي لقمة تاكلها وكنت بتشحت مثلا، ما حصلش. طب لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز؟ ألا تشعرون بعد؟ ألا تفهمون؟ حتى الآن قلوبكم غليظة. ألكم أعين ولا تبصرون؟ ألكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ يبقى هنا ربنا يسوع له المجد بدأ كلامه بإيه؟ ليه بتفكروا كده؟ ليه بتفكر زيادة في الأكل والشرب؟ يعني ما تبص على العصافير ما بتفكرش وبتاكل، والغربان ما بتفكرش وبتاكل، والورد بياكل. انت الوحيد اللي ربنا مديك مخ تقوم تفكر هتاكل ايه وهتاكل ازاي وهتلاقي ولا مش هتلاقي. طب ده عيب عليك. ده الكائنات الأقل منك مريحة دماغها ما بتفكرش بس بتاكل. إذا أول بند في القلق هو حكاية بقى الأكل والشرب، لقمة العيش، الفلوس مش مفروض تيجي في دماغنا خالص. لماذا تفكرون؟ امال ما عاوزنا نعمل ايه؟ تفتكروا اللي حصل معاكم، تصلوا لما تكونوا في مشكلة، لكن تفكر ليه؟ فكر قليل تعيش رايق. لأن في اللي بيفكر على طول وشايل الدنيا دي بل يعني ما تشوفوش خالص بأعماق البحار واللي ورا السماء وكل حاجة محسوبة. لقمتك انت هتقع من حسابات ربنا إذا كنت انت أغلى واحد في الدنيا دي كلها. إذا يجي سؤال ساذج كده، هو ربنا عارف ولا مش عارف؟
عارف طبعا. عارف ان في كورونا؟ عارف. عارف انك قعدت من الشغل؟ عارف. عارف ان الفلوس اللي عندك قليلة؟ عارف. عارف ان العيال في مدارس وجامعات؟ عارف. عارف ان عيالك هيدخلوا على جواز؟ عارف. عارف ان الدواء خد كتير قوي؟ عارف. طيب بما انه عارف ومسؤول، حضرتك بتفكر ليه؟ هي دي مش شغلتك ومش مسؤوليتك. يبقى فكر قليل وصلي كتير، تعيش رايق وتلاقي الدنيا كلها تحت رجليك. القاعدة دي قالها القديس بولس، وانا عارف ان ياما قلتها وبجاهد فيها وتجاهدوا معايا، لانها قاعدة خرجت من سجن صعب، وكانت كل المؤشرات تهدد حياة القديس بولس والكنيسة كلها. انما قال لنا شعار هو اللي احنا بنحكي فيه ده، قال لا تهتموا بشيء، اللي هي worryless، يعني ما تقلقش على حاجة خاصة. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء اهتمامك بايه؟ بالصلاة والدعاء. ادعي، قول يا رب. اي موضوع يا رب، مشكلة مع شخص يا رب، بسيطة خالص، ربنا موجود وبيسمع. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. وانت بتقول يا رب افتكر انك ياما قلت يا رب وقال لك حاضر، وياما دخلت في مشاكل اكتر من اللي انت فيها النهاردة وعدت. طب خلاص، وانت بتقول له يا رب عندي مشكلة جديدة، قول له نسيت اقول لك متشكرين على المشاكل اللي فاتت. يبقى لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. تعلم طلباتكم دي يعني ايه؟ اذا كنت في لحظة ضعف فاكر ان ربنا مش عارف، ايه رأيك نمشي ورا ضعفك كده ونقول له يا رب انت عارف، انا بقول لك. طب هو عارف بس قول له لتعلم طلباتكم لدى الله، وكأن ربنا ما كانش واخد باله. يعني ماشي، روح قول له ان الكورونا هدت حيلنا، وروح قول له ان الكورونا قطعت عيشنا، وروح قول له ماشي لتعلم طلباتكم لدى الله. بدل ده اللي هيريحك اعمل كده، روح قول الشكوى اللي عندك. بس خلاص بدل قلتها وهو بقى في سابق يعني علاقة قوية وعارف كل اللي عمله معاك قبل كده، النتيجة تيجي ايه؟ سلام الله. يبقى ما تهتمش، ما تفكرش زيادة، صلي، ادعي، اشكر. النتيجة ايه؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل. يبقى قاعدة فكر قليل صلي كتير تخلي عندك سلام يفوق العقل. يعني ايه؟ فوق الحسابات. ازاي في ناس في الزمن ده عايشة مبسوطة والاخبار صعبة وامكانياتها قليلة وما عندهمش حتى اكلة بكرة، مش اكلة السنة الجاية، لكن مبسوطين؟ ده لان مش بيفكروا كتير وبيصلوا كتير. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يبقى مخك في ربنا وقلبك في ربنا، في حياتك كلها في ربنا، وربنا شايلك انت وبيتك وحالك وخلاص، وهتعدي وهتمشي أحلى من كل التوقعات. المهم نروح السما في الآخر. كم مزمور كده هحاول أعزيكم بيه أو أشجعكم وسط الأخبار الصعبة عشان تعرفوا أن موضوع السلام مفتاحه الصلاة. والصلاة بمعناها بتتحدى دماغك، لأن ساعات الدماغ تبقى بتاخدنا من الصلاة، مع ان احنا عاوزين ناخد الدماغ من التفكير ونحطها في الصلاة. تقوم هي شقية دي تاخد دماغنا من جوه الصلاة وتطلعها في الدنيا، ونفضل كده نتخانق. انت عاوز تشد دماغك وتدخلها جوه ربنا في الصلاة، والشيطان عاوز يسحب دماغك وانت بتصلي يحطها في الدنيا عشان تقلق. في المزمور 116 يقول ايه؟ بنصليه في 9: اكتنفتني حبال الموت. تعبير صعب قوي، كأن الموت حط حباله كده وربطك وخلاص كده داخل على الموت. أصابتني شدائد الهاوية. الهاوية يعني الجحيم، وشدائد الجحيم يعني المشاعر الكئيبة الحزينة المخيفة بتاعت الجحيم. كابت ضيقا وحزنا. يعني الضيق والحزن بقى قريب لقلبي قوي وبيهدني هد كده. طب الحل ايه يا حبيبي؟ باسم الرب دعوت، الحقني يا رب. يبقى لما تلاقي نفسك قلبك مخنوق وفي ضلمة داخل عليك وفي موت كابس على نفسك، اعمل معروف، قول باسم الرب، يا رب يسوع المسيح، باسم الرب دعوت. اجري على ربنا،
قول يا رب. المزمور بيقول كده، يا رب نجي نفسي، الحقني يا رب. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم. ربنا حنين قوي، هيجري عليك جري، هو مستنيك تنادي عليه. بس شوفوا السطر الأولاني مؤسف جدا، حبال الموت، شدائد الهاوية، الضيق والحزن. السطر اللي بعده ايه؟ يا رب. بس خلاص خلصت. الرب حنين وصديق، يعني بار بيرفكت، بيعمل كل حاجة صح. إلهنا رحيم، هيستجيب طبعا. طب ليه في فاصل بين السطر ده والسطر ده؟ ليه بطول في السطر الأولاني؟ ليه أفضل سايب قلبي للغم والهم والضيق والحزن؟ ما ندخل على اللي بعده على طول. باسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي، الحقني يا رب، مش عاوز أفكر، وقف دماغي خلاص، أنا مش بفكر. مش أنت قلت خليكوا عيال؟ أنا عيل، والعيال الصغيرة ما بتفكرش، يا بختها. مزمور تاني مثلا من باكر يقول إيه؟ يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ ما تلاقي نفسك متحوط بهموم كتيرة وأخبار كتيرة، تقول له كتروا يا رب اللي بيضايقوني، أخبار ورا بعض كئيبة حزينة. كثيرون قاموا علي، يعني شياطين بيشككوني فيك وفي أبديتي وفي صحتي وفي عيالي. كثيرون يقولون لنفسي، دول شياطين، ليس له خلاص بإله. اشمعنى المرة دي مش هيبقى فيه خلاص؟ ما هو ربنا بيخلصنا بقاله كتير. فجايين يقولوا لي المرة دي لا، مش هتعدي، مالكش خلاص أنت يا رب. على طول بصوا السطر الأولاني حزن، أصوات، أفكار صعبة قوي. الرد ده على طول إيه؟ أنت يا رب، الحقني يا رب، أنت هو ناصري مجدي ورافع راسي. بصوتي للرب صرخت. كأن الواحد بيوقف دماغه بصرخ، يا رب وقف دماغي، يا رب طلعني من القلق ده. بصوتي للرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس. إذا تاني أحبائي، فكر قليل وصلي كتير، هتلاقي الحياة أسهل. وفي ناس مش بتتغير حوالين، وصعبين متعبين، ليه تفكر فيهم كتير؟ خلاص حطهم في إيد ربنا وقول له يا رب مش هعرف أعمل حاجة، خلاص موضوع عندك. وفي حسابات كتيرة تجيب نكد، خلاص ما تقعدش تحسب بقى، خلاص قول له أنا عاوز أعيش بمبدأ الخمس خبزات. أنا علي أصلي وأنت عليك تسوق الدنيا دي كلها، وأنا متأكد أنك هتوصلنا بالسلام. تعالوا نبص على أحداث الميلاد. فكروا كده في أحداث الميلاد وأسباب القلق. يعني تعالوا نمشي مع أمنا العذراء كده في المشوار، وهي حامل في التاسع، مسافرة يا عيني من الجليل لغاية بيت لحم بالأميال، مشوار طويل قوي ومتعب جدا، والدنيا برد، وهي غلبانة خالص، ومعها راجل عجوز يوسف النجار، والحكاية يعني فقيرة قوي. طب يا أمنا العذراء مفروض تقلقي. أولا أنت صغيرة، والدتك مش معاكي ولا أبوكي، وفي نفس الوقت أنت حامل وشايلة الله له المجد المتجسد في بطنك، ومعاكي راجل 90 سنة، أنت مسؤولة عنه ولا هو مسؤول عنك؟ الحقيقة لو هنسيب دماغها تشتغل، أمنا العذراء دي لازم تبقى إيه؟ كل القلق فيها. ده تبقى واحدة يعني كل الناس حواليها وقت حملها وقلقانة خالص من ساعة الولادة، وعمالة مخها يودي ويجيب. وبعدين زاد وغطى بقى، صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وده وقته. يعني لازم بقى يوسف يدور، وده أمر من أغسطس قيصر في روما، فكله لازم ينفذ. يدور بقى في الملفات أصله فين وعيلته فين، ويطلع من بيت لحم، والمشوار لازم يتعمل، وده مشوار إيه؟ رسمي جدا، فلازم يتقضى. والدنيا كلها قلقانة، والسياسات، وإيه أغسطس قيصر طالع في إيه، وليه بيعمل الإحصائيات دي، ودي بمستعمرات كلها الروما، واليهود بيعانوا من الدولة الرومانية. يعني الأخبار كلها ملبشة، وأمنا العذراء غلبانة في روحها خالص، ومعاها يوسف النجار، ولازم على المشوار ده في الوقت ده. طب ده ميعاد الولادة. طب لو واحدة غير العذراء تقول ايه؟ حبكت دلوقتي، طب في أول كام شهر حمل، طب بعد ما أولد بشوية، لكن حبكت وأنا خلاص هولد، تيجي السفرية دي وضروري منها، صعبة قوي. طب الملابسات دي وصلت العذراء لإيه؟
عذرا دي ما بتعرفش القلق. هي بقى اللي تعلمنا ازاي تصلي كتير وتفكر قليل. ما تفكرش، نروح المشوار، ما هو ربنا معانا في المشوار. يقول بينما هما هناك وصلت بيت لحم بعد مشوار صعب قوي، تمت ايامها لتالت، جالها الطل. طب دي جاي لها لا في جيران يعرفوها ولا اصحاب يعرفوها، في وقت صعب جدا. وكلكم عارفين حكاية بيت لحم اللي بنسمعها من احنا واطفال، مفيش مكان تولد فيه. قد ايه القلق اللي دخل فيه يوسف النجار وامنا العذراء. لا، كلمة قلق مش مناسبة، دي بتاعتنا احنا دي. انما في تسليم وفي سلام. دول بيعرفوا يصلوا، دول بيخبطوا على الابواب لكن ما بيفقدوش سلامهم، لغاية ما حد بيقول لهم مزود البقر كده روحوا. حاضر نروح. ويتحط ربنا بحساباته اللي فوق كل حسابات البشرية عشان يتولد في بيت لحم وفي مزود البقر. وسط اللخبطة دي كلها يطلع ايه اجمل خبر؟ ان ملك السلام وصل الدنيا، والملائكة نفسها بتقول على الارض السلام. ارجع تاني للافكار. مشكلتنا في دماغنا يا احبائي، عاوزين نقتني السلام ونحتفظ بيه. في افكار يأس وحزن رديء. فصمويل الثاني اصحاح 22 ده كده كان داود عجز خلاص وهيمشي، وبيبص على حياته كلها كده، فبيفتكر بقى أيام شاول الملك لما كان بيجري وراه، وأيام حروب وأيام مشاكل. فبيشكر ربنا إنه عاش لغاية السن 70، وإنه كل ده عدى عليه وكان ممكن يموت 100 مرة. فبيقول إيه؟ أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، أمواج الموت اكتنفتني، سيول الهلاك أفزعتني. شبه المزمور بتاع التاسعة. حبال الهاوية أحاطت بيه. شوفوا التعبيرات دي، معناه انه ياما عدى عليه لحظات كان يحس انه ايه الموت كلبش فيه كده. أحاطت بيه شرك الموت، أصابتني في ضيقي دعوت الرب. كل ما تتضايق داود بتعمل ايه؟ بجري، بقول له يا رب معرفش أعمل غير كده. حتى لو أنا السبب في المشكلة برضو بجري عليه زي العيل الصغير وأقول له ايه؟ طب أنا بوظت الدنيا، أنت تصلح. هروح لمين غيرك؟ أنت اللي تنجيني، أنت اللي تشيلني. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه. أرجوكم وانتوا بتصلوا بحرارة تخيلوا المعنى ده، أن صرختك داخلة ودان ربنا. ربنا بيسمع كويس، احنا اللي ما بنسمعش كويس، بس هو بيسمع كويس. مش ممكن تكون بتصلي بحرارة وقلبك وجعك وربنا مش سامع. لا، هو سامع كويس، وربنا حنين وهيعمل أحسن حاجة. أحسن حاجة مش دايما اللي انت نفسك فيه، بس أحسن حاجة. ارتجت الأرض وارتعشت أسس السماوات، ارتعدت وارتجت لأنه غضب. ليه؟ حد يجي جنب ابني؟ يقوم ربنا بقى يقوم ايه؟ يهد الدنيا كلها عشان خاطر عياله. فيقول السما اترعشت، ده ربنا هيقوم على الدنيا. ليه؟ أصل ولاده بيصرخوا. طب إذا كان أبونا قوي كده ومريح كده، أقلق ليه؟ وافقد سلامي ليه؟ أنا اتكالي على ربنا، أفكر قليل وهصلي كتير. يونان النبي اللي احنا دايما حاسينه يعني إيمانه ضعيف، لا لا، يونان ده إيمانه قوي جدا. حتى لو كان عنده نقطة ضعف وغلط في موضوع نينوى، ده دخل جوه في حوت. عمرها ما حد سمع عن حاجة زي كده، والجو صعب قوي جوه، والصوت مرعب، وما تعرفش نهار من ليل، والوضع صعب جدا. إنما وهو بيصلي متأكد إن ربنا معاك في جوف الحوت. دي ما حدش سمع بيها قبل كده. يقول اكتنفتني مياه إلى النفس، جبت آخر يعني. أحاط بي غمر، التف عشب البحر براس، نزلت إلى أسافل الجبال. لا في بقى موبايل يرن ولا حد يعرف لي سكة خالص. مغاليق الأرض علي إلى الأبد، يعني قفل علي كده كأني تحت الأرض، حدش يدري بيا. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب. الحل إيه؟ فكر قليل، صلي كتير. جاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الصلاة ما بتقفش، تتخطى بقى الإيه؟ السماء والأرض، وتتخطى البحار، توصل لربنا في أي حتة. جاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك.
يبقى حتى لو الهيكل مقفول خلي بالك وانت بتصلي في اوضتك وانت مقهور وتعبان كده، الصلاة دخلت لغاية الهيكل عندنا، لأن ربنا يعني ما عندوش المسافات بتاعتنا. هروح لشخص آخر برضو مشاعر المرارة كانت تقيلة عليه جدا، هو أرميا النبي. أرميا ده بقى الرقم القياسي في المراسي، لأنه ده رجل البكاء، رجل الدموع، لأنه ده شاف أورشليم بتخرب والشباب بيتقتل والهيكل بيتحرق، يعني كانت أيام صعبة جدا، لدرجة يقول في مراسي كلت من الدموع عيني، يعني عيني وجعتني من البكاء، غلت أحشائي انسكبت على الأرض، على سحق بنت شعبي لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية، يقولون لأمهاتهم فين الحنطة والخمر، العيال الصغير مش لاقي تاكل، يخشى عليهم يغمى عليهم من الجوع يا عيني، كجريح في ساحات المدينة، تسكب نفسهم في أحضان أمهاتهم، تصوروا بيموتوا من الجوع في حضن أمهاتهم. فأرميا شايف المنظر وهو تعبان نفسيا جدا. وبعدين يقول بماذا أنذرك، بماذا أحذرك، يعني يا ما قلت لك يا أورشليم ما رجعتيش، بماذا أشبهك يا بنت أورشليم، بماذا أقايسك فأعزيك، إيه الكلام اللي ممكن يعزيك عن حالتك دي، سحقك عظيم كالبحر من يشفيك. طب دي مراسي اتنين، يقول في نصها كده ايه، قومي اهتفي في الليل، هنعمل ايه غير نقف نكلم ربنا، فكها يا رب، ارفع عننا يا رب، اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد، تعبير حلو، تعبان قوي اعمل ايه، اصحى بالليل واسجد وادلق قلبك قدام ربنا، واسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد، ارفعي إليه أيديك لأجل نفس أطفالك المخشى عليهم من الجوع، انظر يا رب تطلع بمن فعلت هذا. يبقى أرميا عمل ايه في شدة الحزن والكآبة والمناظر الصعبة جدا، وأصعب من 100 وباء اللي كان فيه أرميا ده، بقى يقول له يا رب بص علينا تطلع علينا. فمراسي 3 على طول يقول لأن السيد لا يرفض إلى الأبد، وهو بيصلي التعزية دخلت قلبه، جاله الرجاء، عرف بالروح أنه السبي ده له نهاية والأيام الصعبة دي لها نهاية. السيد لا يرفض إلى الأبد فإنه ولو أحزن، يعني بيحزن عياله ساعات، يرحم حسب كثرة مراحمه. يبقى ربنا يحزن ولاده عشان ينقيهم وبعدين يرحمهم حسب كثرة مراحمه. في نوع تاني من الأفكار متعب جدا، لو فكرت فيه دماغك هتفرقع، الأفكار اللي فيها تهديدات، فيها خطورة، تحس إن حياتك مهددة أو أولادك مهددين، والتهديد ده كلمة تخوف، كلمة مزعجة. جت في سفر الأعمال إصحاح 4 بعدما هددوهما، دول تهديدات من ناس مفترية، دول ما بيرحموش، دول اللي سبب صلب المسيح، رؤساء الكهنة والجماعة الكبار دول الكتبة والفريسيين، مسكوا بطرس ويوحنا بعد ما خدوا علقة قال لهم إياكم نسمع إن أنتوا هتبشروا تاني، محدش هيعرف لكم سكة. بعدما هددوهما أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب لأن جميع كانوا يمجدون الله. طيب الناس دي مهددة تعمل إيه؟ فكر قليل صلي كتير. بعدها بعدد على طول في نفس الإصحاح لما أطلق أول ما مشوهم جريوا على بقية التلاميذ أخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، قالوا التهديدات كلها بقى، جابوا التلاميذ كده قالوا لهم دول هددونا كلنا بدون استثناء، يا هنترجم يا هنتصلب واحنا ويمكن اللي ورانا كلهم. يعملوا ايه؟ تهديدات، كلام مرعب. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله، ملهاش حل غير كده، ما تفكرش ولا تقلب الكلام في ودانك ودماغك، خلاص اقفل على الكلام ده كله وقف كلم ربنا. وكعادتهم كيهود قديسين بقوا مسيحيين يعني مؤمنين، بيصلوا ازاي؟ قالوا مزامير، أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر، القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل. إذا صلاة المزامير بتعزي، بترجع السلام، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس مع وشعوب إسرائيل
لكن الرب يستهزئ بهم. مش المزمور بيقول كده؟ هو المزمور التاني قال كده، الرب يضحك. ايه دول بيقولوا ايه؟ حد يقدر يقرب من ولادي؟ دول ولادي. اذا احبائي، لما يجي لك تهديدات، افكار مزعجة، مخاطر، احزان، اجري على ربنا، وقف دماغك واجري صلي. صلي كتير، فكر قليل، توصل للسلام. اقول لكم شوية تدريب نبتدي بيها السنة، نكمل على المرة اللي فاتت. من التدريب اللي قلناها وهنفضل نقولها، ارصد الافكار. يعني ايه؟ الحق عقلك قبل ما يسوق فيها. اول ما تلاقي دماغك سحبة كده شمال ورايحة في حتة غلط، التشاؤم، الخوف، الهلع، الشك، التركيز في الدنيا، لم دماغك بسرعة. لأنه لو ما رصدتش الأفكار تفضل الأفكار تزيد تزيد وتتكاثر، تلاقي نفسك الرعب ملأ قلبك، لا عارف تاكل ولا تنام ولا تعيش، والكلام نزل كله من لسانك، كلام ملوش معنى، وتبقى فقدت سلامك وضيعت يوم واتنين وشهر واتنين. طب ليه ده كله؟ كل ده كنت في غنى عنه. ارصد الأفكار. مراقبة الفكر دي حاجة مهمة جدا، لأنه بيبان من وشك. على فكرة وشك مكشر يبقى دماغك دي جايبة شمال على طول، وشك منور ومبسوط يبقى أنت ماشي يمين. فأنت ممكن من المراية تعرف دماغك رايحة فين، واللي حواليك هيشاوروا لك ويقولوا لك ليه عمل في روحك كده؟ ليه أبوك يكون ربنا وشكلك كده؟ ارصد الفكر، راقب دماغك، لأنه مجرد ما تراقب أفكارك هتكتشف أنه 90% من اللي بيدور في دماغنا بعيد عن السلام. كل ده عاوز يتكنس كده ويترمي بره الدماغ. أفكار غيرة مرة، أفكار حسد، أفكار حقد، أفكار طمع، أفكار اشمعنى ومقارنات، أفكار انتقام. كل الزبالة دي طلعها من دماغك، خلي يعني دماغك تروق. تاني تدريب، فرمل دماغك. يعني احنا الأولانية أرصد وراقب، لأنه ممكن الأفكار تفضل داخلة كده زي الكورونا بتدخل وتبقى الواحد مش دريان. فرملها بقى. فرملها ازاي؟ أسرع طريقتين للفرامل: الصلاة السهمية، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح نجيني، يا رب لم عقلي، يا رب، يا رب رجع لي سلامي. والمزامير اللي انت حافظها دي فرامل بقى. تبقى خلاص العربية هتتقلب وتفرمل كويس، تفوق، تلحق دماغك، ولا تسيبش اليوم يتعكنن ويتعكر. يبقى أول حاجة أرصد الأفكار، 2 فرمل الأفكار. تالت تدريب، استبدل الأفكار. ما هو الدماغ مش هتقعد فاضي، لازم الدماغ تتملي. طب بدل شلنا كل اللخبطة ده، الدماغ فضيت خالص، ده 90%. تعال بقى نملاها أفكار حلوة. الإنجيل كلامه حلو وكلامه صح، مش الأفكار. الأفكار أغلبها كذب، لكن كلام الإنجيل ده هو الصح. يبقى اقعد بقى عبي وعود ربنا. السنة دي بتاعت وعود ربنا، لازم نحفظ كتير ونفكر في كلام ربنا كتير وندي للإنجيل وقت كتير. نقوم نستبدل دماغنا بدماغ كتابية مظبوطة، وده اللي هيفرق واحد عن واحد. ده هيفرق درجة سلامك عن غيرك، قد ايه دماغك متكلفة متعبية كلام ربنا. مش بس وعود ربنا، خبراتك مع ربنا. مش هو عمل حاجات كتيرة في حياتك؟ هو ده اللي يملى دماغك. صفات ربنا، ضابط الكل، محب البشر، رب الجنود، هو ده اللي يملى عقلك. آخر نقطة بقى، تمسك بالأفكار المقدسة. ليه؟ ما هو الشيطان مش هيسكت، هو متغاظ قوي من اللي بيلم دماغه ده ويحطها جوه ربنا، بيراقبها ويفرمل ويستبدل. طب ما هو هيدخل بفكرة وحشة تاني. لا، خليك بقى محافظ وقافل على الأفكار الحلوة. ما تسيبش الأفكار الحلوة تطير، الأفكار الوحشة هي اللي تطير. الأفكار الحلوة دي تفضل متخزنة ومغروسة ومقفول عليها وتكترها، تقعد تقلبها طول الوقت جواك. ساعتها تبقى عندك سلام داخلي، سلام يفوق كل عقل. إذن هنا الأفكار المقدسة الواحد يمسك فيها. ودايما الأفكار دول نقطتين كبار: بحب ربنا وبحب الناس. دول أكتر فكرتين يشغلوك. يا رب أنت عاوز مني إيه؟ مش مهم كل حاجة بتحصل، مطلوب مني أحبك وأحب الناس، خلاص أنا هركز في دول.
أضيع وقت ليه بمراقبة أخبار الكورونا ومراقبة أخبار الفاكسين، ولا السياسة رايحة فين وجاية منين، ولا المطارات، ولا أنا مالي. أنا علي أحبك وأحب الناس، والباقي ده كله عليك. فأنا هركز في ده بس يا رب. صدقوني الاحتفاظ بالسلام في زمن ليس فيه سلام مش صعب، بس تعالوا نعيش بقاعدة فكر قليل وصلي كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.